أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. حلفت مارد والخلائق مصادير، ولو لقمتي بالذلني مشتهيها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انت راح بالك انه مفردة ورود وصدور مذكورة بالبيت ومذكورة بالآية، صح؟ صح يا صديقي صح، لكن له زاوية ثانية يا صديقي مختلفة تماما. مثل الصقور يقول إذا ما زحمت الرجال وأخذت حاجتي وأنا أزحمهم ما بجي بعد ما يخلصون، وأجي على استحياء زي البنتين. دقيقة موسى عليه السلام، أنا أدري إنك تعرف القصة بس عشان تتخيل معي، مثل بعالم من الفوضى الأدبية والإسقاطات اللانهائية، موسى عليه السلام جاء البير لمصدر مياه يجونها الناس، ولقى رجال يسقون مواشيهم ويستخدمون هذا المصدر، ولقى بنتين وقفت كذا بعيد عنهم. موسى سألهم إيش بكم؟ ما خطب لا نسقي ولا نجي للمويه بمواشينا لين نروح الرجال. البنتين يقولون لا بنتين احنا صعب نزاحم الرجال. ومهدر يقول لك انا ما راح اجي والرجال منتهين، انا اجي وازاحمهم، لان اللي ينتظرون الرجال يخلصون مرجع نسوان، واكبر دليل البنتين اللي ما يريدون حتى يصدر الرعاء من حياهم طبعا. يا رب مثلا من النسوية. حلفت مارد والخلائق مصادير، ولو لقمتي بالذلني مشتيها. فهمت البيت؟ واضح؟ شفت المغامسي يوم يقول لك واضح؟ واضح؟ انا جاي بكلمك عن الرجل المخدود مثل الصقور اليعمي. بسم الله رب الغلام. لا تنسى بهذا الشهر وهذا سناب ينور يا صديقي، ولا تنسى تضيفنا، ترى احيانا نتخانق كذا عادي. صاح النذير وهجنا الاشجام بتغير، مرابع القلب الحزين تغزيها، غبية عصير في عجاج التفاكير وذن، وبارود السهر مغتشيها، هجن مدهلها على الغارة عصير، هم على عوج الضلوع يحديها، ينهب مجاهيم ويهدي مغاتير يلي في طين سمها وانت بيها. تعرف لما احد يقول لك القصيدة فيها الغاز، خلينا نفكر سوا يا صديقي. صح النذير واضح انه في صوت تحذير من ايش؟ من هجن غايرة، الغارة الهجوم المفاجئ. طب ايش الجيش اللي غاير وفي صوت يحذر منهم؟ الاشجار، جيش الاحزاب حلوين، او العواطف. العواطف دي او الاشجان يوم غزت مهذل سوت شيء عجيب، الغزو والنهب، لان كل يوم تغزي وتنهب من المغرب للفجر، ما تقتله لا، تسرقه وتنهب منه شيء وتعطيه شيء في المقابل. ينهب مجاهيم ويهدي مغاتير يلي في طين سمها وانت بيها. عرفت ايش تعطيها الاحزان وايش تاخذ منه؟ عرفت ولا؟ تعطيه تعطيها الشيب، تعطيها الشيب وتاخذ منه الشعر الاسود، تعطيه الشعر الابيض. مين اللي قال الوضح كثرت في مراحل مجاهيم وش لهم لو كلبوهم حلال؟ اذا تعرف الشاعر اكتب لي في السناب، هذا اللي قال والله ما اعرف صدق. طب يا صديقي اللي مالك في الجمال وما تفهم فيها، مع انه عام الابل السنه اللي فاتت، لكن بقول لك مجاهيم اللي هي الجمال السوداء، ومغاتير اللي هي البيضاء او اللي لونها فاتح، وهي ترميز الشيء. واضح؟ واضح. يلا لا ضاقت صدور المناعير انك بطول الهم لا تبتليها، ويلا لا تخلي بيوت المسافير أرب لا ضاق السناف يجيها. مهذل جميل أصدقائي يقول لك يا رب بيوت أهل الكرم. أنا مهذل يتعبني والله، يقول لك بيوت أهل الكرم ما يا رب إنها ما تتقفل، عشان أهل الكرم اللي تضيق عليهم يجون عند أهل الكرم اللي مو ضاق عليهم. جل بن عون يقول لك اللي يجي يمي بلي عزيمة أغلى من اللي ما يجي غير معزوم. ترى الكرماء غريبين أصدقائي، يعني أحس يكون الكرم مو صفة فيهم تبان مرة وتختفي مرة، لا اسم دايما كذا الكرماء. يشعفني الغيمة ويشجني الطير والأرض ما كان ودي يمشي عليها، في عيني الدنيا قليل من كثير جراد من صادها يشتويها، وللناس وجهتهم وأنا وجهتي غير، والكل حي هواية يهتويها، والأيام ممزوج صفاها بتقدير والله كريم ورحمته مرتجيها، وانا صبور وقانع بالمقادير ومتوقع ساعة فرج واحتريها، ورزقي على الله يوم بعض المدابير كرامته حفنة ورق تشتريها. حلفت مارد والخلايق مصادير، ولو لقمتي بتذلني مشتهيها، ناس على ما بش مثل العصافير، وناس عطاها الله وجعلي هنيها، ولكن من التجار كم من عثيبير قد غسلت منها المروة يديها، وكم من فقير مدها للمسايير، عز القصير ولابته القصير الجار. هذا جنون مهذل يا أصدقاء. كم من فقير مدها للمسايير، عز القصير ولابته بيحميها. يا صاحبي جار الدهر والله مجير، ومن كتب له خطوة بيخطيها، تقدر تقول أزمة
وعدت على خير، وخرجت من دوامة كنت فيها وتقدر تقول إنها زوابع وعاصير، وقفت وأعلنت انتصاري عليها. ترحلنا شعراء أصدقاء من نجران لأن مفرداتهم جدا جميلة، بالحلقة كتبها شاكر. لا تنسى يا صديقي تدعي الموتان وموتاكم بالرحمة والمغفرة. الله يرحم أبوي وأخوي. توكم ما شفتوا شيء يا متابعيني، عندي قصايد قصايد واجد بدها عجب. اوكي.